قيل عنه بأن الجزائر والأمة أعيتا رئتاه من كثرة التدبير والتفكير، فحدث له ضيق في التنفس، أو كما قيل ضيق وطن وحال أمة. عبد الحميد مهري أو الحكيم كما كان ينعت سيطوي التاريخ غدا الخميس آخر صفحة من السنة الثانية من مغادرته للحياة، بعد أن جاءها في 3 من أفريل عام 26 900 وألف. هو هكذا حال العظماء، طالت أعمارهم أو قصرت. 85 سنة ترجمت قصة كفاح لعبد الحميد مهري، فكان ابن الحركة الوطنية قبل الثورة وابن الثورة قبل الاستقلال، حتى لقبه المتابعون بأنه الابن البار للديمقراطية أواخر الثمانينات وفي بداية التسعينات. كان أبا لها. قال يوما بأن السياسة تدار بالمواجهات والمكشوف وليس بالدسائس والخداع. بعد إزاحته من الأفلان عام 96، بعد 8 سنوات من القيادة، أراد فيها أن يعطي للجزائريين حقا في حزب الثورة بعيدا عن زاوية تطبيل، فأزيح الرجل بانقلاب ذي صبغة علمية. مهري بنى قواعد حزب جبهة التحرير، فتحول عبد الحميد إلى الدار الأخرى، وتحول معه الحزب إلى فريسة تتصارع عليها الطيور الحادة، منها من أكل ومنها من ينتظر. قبل 70 عاما كان يمارس السياسة، حتى وصفوه بأنه تاريخ يمشي على قدميه، وبعدها ماتت أرجله وبقي التاريخ في ثنايا أمة تقرأ منه وتتجاهل تطبيق.